أكلات كده بتفكرنا بلمة العيلة وريحة البيت الدافي. مفيش أطيب ولا أسهل من صينية بطاطس بالفراخ في الفرن. النهاردة هشارك معاكم طريقتي اللي هتخلي الفراخ جوسي والبطاطس زبدة من غير تعقيد خالص. لو نفسك في غدوة تشرفك وتفتح النفس الفيديو ده ليك. بس ما تنسوش الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس وتكتبوا لنا تعليق جميل كده زيكم. يلا بينا نعمل أحلى صينية بطاطس بالفراخ في الفرن هتعتمديها في العزومات. يلا بينا مع بعض. يلا بينا مع بعض نعمل احلى تتبيله للفراخ، تتبيله خطيره يا جماعه. معانا الاول معلقه ملح، نص معلقه فلفل اسود، معلقه بابريكا، ومعايا دلوقتي معلقه صغيره كزبره، ومعايا معلقه كمون صغيره، معايا معلقه كركم صغيره، ومعايا دلوقتي نص معلقه حبهان او هيل، ومعانا دلوقتي نص معلقه صغيره قرفه. وننزل بقى التوابل الخطيره دي. معايا دلوقتي معلقتين زيت هننزل بيهم، ومعايا دلوقتي 4 فصوص توم مهروسين هننزل بيهم كده، هتدينا طعم في منتهى الروعه يا جماعه. ومعايا دلوقتي طماطمتين او قطيتين بشر توم ونزلت بيهم كده، هيدينا لون خطير وطعم في منتهى الجمال. وهننزل دلوقتي معانا بمعلقتين عصير ليمون، ودي خطوه مهمه جدا يا جماعه. قلبي بقى كل المكونات الخطيره اللي عملناها مع بعض دي، شايفين لونها وريحتها يا جماعه في منتهى الروعه. احلى تتبيله هتعمليها للفراخ. قلبي كده بالطريقه دي كل المكونات، وننزل بقى بالفراخ. انا غسلتها ونضفتها كويس ونقعتها في ميه وملح وخل وليمون. وشيلي بقى الحته دي لان بيبقى فيها الزفاره، ودي خطوه مهمه جدا يا جماعه. انا سبتها عشان اوريها لكم. يلا بينا بقى. هننزل بكل الفرخه كده اهوت. تقدري تعملي بدبابيس، تقدري تعملي اي قطعه في الفرخه انت عايزاها. هننزل بيهم كده، شايفين نضيفه وجميله ازاي في منتهى الروعه. ننزل بالفرخه كده كلها. بعد ما تنضفيها تحطيها في مصفى تصفيها من اي ميه خالص. تبداي بقى كده تدلكي الفرخه كده اهوت، وتدخلي التتبيله الخطيره دي فيها من جوه ومن بره كده اهوت، كانك بتدعكيها. شايفين يا جماعه خطيره ازاي؟ حاجه جميله وفي منتهى الروعه. تقدري تعمليها نفس الخطوات دي وتشويها، هتديكي برده طعم في منتهى الجمال. نفس التتبيله دي خطيره في الشوي يا جماعه. قلبي بقى بالطريقه دي كده اهوت، وابداي كده دخلي كل التتبيله في الفرخه من جوه وتحت الجلد. حاجه جميله في منتهى الروعه. اهي شايفين لونها حتى عامل ازاي من قبل ما تستوي. اهي خطيره يا جماعه. اعمليها بقى كده لاولادك في صينيه بطاطس، اعمليها كده في صينيه بالبصل، هتديكي طعم في منتهى الجمال. اهي شايفين يا جماعه؟ خلاص كده اهوت. بعد ما خلصناها وتتبلنا الفرخه كده تبلناها بالطريقه دي، يلا بينا دلوقتي هندخلها التلاجة ونسيبها ساعتين، على الاقل خالص نص ساعه، بس لو بساعتين هتديكي طعم في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هندخلها التلاجة وارجع لكم تاني. يلا بينا دلوقتي جيبي الطاسه او المقلايه اللي هتقلي فيها وسخنيها جامد كده على النار، وابداي انزلي كده بقطع الفراخ كده، هنحمرها من الجهتين، ودي خطوه مهمه هتمنع اي زفاره يا جماعه. انك تقليها كده قبل ما تعمليها في اي صينيه فعلا بتدي نتيجه روعه وفي منتهى الجمال. واحده واحده كده اهوت، ونبتدي نحمرها بالطريقه دي. شايفين يا جماعه نزلت لوحدها الدهون اللي فيها ازاي؟ مع اني شايله دهون منها بس هي بتنزل طبيعتها سبحان الله. قلبيها كده على الجهتين واديها لون حلو كده عشان تديكي نتيجه في منتهى الروعه. شايفين الجمال والعظمه ده؟ شايفين اللي طلع منها ده مهم جدا يا جماعه. تحطيه في قلب صينيه البطاطس لما تيجي تعمليها. شايفين اللون ده الجوسي دوت، اللي اداكي كده شكل الديمجلاس، حاجه جميله وفي منتهى الجمال. شايفين بعد ما حمرنا كده الفرخه كلها من كل الجهات، حاجه جميله وفرخه في منتهى الروعه. شايفين يا جماعه لونها عامل ازاي؟ دي خطوه مهمه يا جماعه. يلا بينا دلوقتي هنرفعها من على النار في صينيه جنبنا كده، واحده واحده كده اهو. شايفين اللون يا جماعه؟ خطير ذهبي كده في منتهى الجمال. شايفين اللون دوت؟ حاجه جميله جدا. طبعا كده ما استوتش، اللي يشوف هيقول استوت. لا يا جماعه، احنا كده قفلنا المسام بتاعتها خالص. مش هنعمل شوربه، هنحطها في صينيه البطاطس هتطلع خطيره في منتهى الجمال. شايفين مكان التحمير الخطير دوت؟ يلا بينا دلوقتي. معانا بصله مفرومه، هنبتدي ننزل بيها كده. شايفين مقطعها ازاي؟ فرم بس ايه، مش ناعم قوي. ننزل بيها كده، ونبتدي بقى كده مع بعض نشوحها لحد ما تبقى معانا كده مصفرة شوية، لونها ذهبي يا جماعة. ودي خطوة مهمة عشان يديكي الريحة والطعم الخطير. شوحي بقى كده مكان تحمير الفراخ، حاجة في منتهى الجمال. ننزل بقى بمعلقة سمنة بلدي كده، تقدري تستغني عنها لو حاسة المادة دهنية زيادة شوية، بس فعلا بتفرق في الطعم. قلبي بقى بالطريقة دي. شايفين يا جماعة شكلها عامل ازاي؟ جميلة وخطيرة في منتهى الجمال. لازم تخليها كده تاخد معاكي لون ذهبي كده. شوحي كده بالطريقه دي، هتعملي احلى صينيه فراخ. امشي بس على الخطوات والله روعه وفي منتهى الجمال. شايفين اللون الخطير ده؟ يلا بينا دلوقتي معانا معلقتين كبار صلصه طماطم او معجون الطماطم. يلا بينا دلوقتي نشوحهم كويس لحد ما ريحتهم تطلع كده ويدينا لون خطير وفي منتهى الجمال. شوحي فيهم كده شويه، حمصيهم يا جماعه، بتفرق جدا في النتيجه. شايفين يا جماعه؟
ريحه التتبيله دي تتبيله مكان تحمير الفراخ والبصلايه، ومعاهم دلوقتي الصلصه، حاجه جميله وفي منتهى الروعه. يلا بينا دلوقتي بعد ما تشوحي كده البصله مع الصلصه، يلا بينا دلوقتي معانا قطيتين او طماطمتين بشرناهم بالطريقه دي ونزلنا بيهم كده، وتشوحي كده شويه لحد ما كده ايه ريحتهم تطلع وتتسبك شويه القطيتين، تدبل معانا كده. شايفين يا جماعه شكلها عامل ازاي؟ خطيره. يلا بينا دلوقتي هننزل دلوقتي بالتوابل. معانا دلوقتي نص معلقه فلفل اسود، ومعانا دلوقتي نص معلقه كركم، ومعانا دلوقتي نص معلقه زعتر، ومعانا نص معلقه ملح، وهننزل بيهم. شايفين يا جماعه الجمال والعظمه دي؟ خطيره وفي منتهى الجمال. عاوزه تحطي مرقه دجاج براحتك، دي اختياريه، بس مش محتاجه لان الفراخ هتدي طعم في منتهى الجمال. حطي كده نص معلقه ملح او معلقه، مفيش مشكله زي ما انت عاوزه. يلا بينا دلوقتي معانا صينيه، ونبتدي بقى نرص البطاطس كده. شايفين السمك اللي احنا مقطعينه بيها؟ ما تخليهاش رفيعه يا جماعه عشان ما تتهريش معاكي في الفرن. شايفين جمالها؟ رصي بقى كده بالطريقه دي، قطعيها حلقات بالطريقه دي، ورصي بقى كده بالطريقه دي. شايفين يا جماعه؟ في منتهى الروعه. هتعمليها خفيفه وسهله، مش هتاخد منك وقت خالص، وتقدميها كده على سفرتك، حاجه في منتهى الجمال وطعمه مميز وخطير وجديد. رصي بقى كده البطاطس كلها. شايفين يا جماعه؟ نبتدي بقى دلوقتي ننزل بالفراخ اللي احنا محمرينها الخطيره دي. رصي بقى كده على وش الصينيه، خطيره وريحتها في منتهى الجمال. اعمليها يا جماعه مش هتندمي. رصي بقى كده. تقدري تعملي الورك تقطعيه اتنين، تقدري الفراخ تقطعيها على 8، مفيش اي مشكله خالص. يلا بقى ننزل بالجمال والعظمه كده. الصلصه اللي احنا عاملينها كده، الصوص الخطير ده، شايفين شكله عامل ازاي؟ بعد ما تسبك طبعا نزلت عليه بكوبايتين ميه مغليين، وسيبته كده بتاع 5 دقايق ياخد ويدي مع بعض، ونبتدي ننزل بالجمال والعظمه دي على صينيه البطاطس. شايفين اللون؟ والله خطيره يا جماعه. يلا بقى دلوقتي معانا ورقه زبده. لازم يا جماعه ما تحطيش ورق الفويل الا لما تحطي ورقه زبده تحتها. يلا بينا دلوقتي ننزل بقى بورق فويل كده، وتغطي بقى كده وتجمريها، تجمريها جامد وتقفليها من كل الجوانب عشان تديكي النتيجه وتستوي معاكي في منتهى الجمال وفي منتهى السرعه. خطيره يا جماعه، جربوها وقولوا لي ايه رايكم في التعليقات. قفليها كده كويس جدا عشان تكتمي البخار فيها وتديكي نتيجه في منتهى الجمال. يلا بينا دلوقتي هندخلها الفرن على درجه حراره 220، هتقعد معانا حوالي ساعه ونص. لو الفراخ صغيره شويه هتقعد معاكي ساعه بس. يلا بينا هندخلها، وبعد شويه نشوف الجمال والعظمه دي مع بعض. ودي صينيه البطاطس بعد ما طلعناها. شايفين جمالها يا جماعه؟ مستويه وخطيره وفي منتهى الروعه. شايفين يا جماعه لونها حتى عامل ازاي؟ والبطاطس مستويه، حاجه خيال. جربيها مش هتندمي. بس قولي لي ايه رايكم؟ شايفين البطاطس بتدوب خالص ازاي؟ خطيره وطعمها في منتهى الروعه. شايفين بقى الفراخ دايبه ازاي؟ العظمه بتخرج لوحدها، حاجه جميله وخطيره في منتهى الجمال. شايفين الجمال يا جماعه؟ الفراخ مستويه وفي منتهى الروعه. وده كان الشكل النهائي لصينية بطاطس بالفراخ. بجد الريحة والطعم بجد خيال. مفيش أحلى من لقمة حلوة تجمعنا. هستنى أشوف رأيكم على الوصفة، ولو حد عنده تكاية تانية بيعملها يكتب لي تحت علشان كلنا نستفيد. ما تنسوش بقى الاشتراك في القناة وتفعلوا زر الجرس علشان يوصلكم كل جديد. أشوفكم على خير في وصفة تانية أحلى وأحلى. سلام عليكم.